سخر خبرته الطبية لعلاج الفقراء واللاجئين. ساهم بنشاطات إنسانية في دول عربية وإفريقية. طبيب وجراح مغربي يحمل الجنسية الفرنسية. وصلت خدماته الإنسانية والطبية للعديد من الدول العربية، ولم يكتفي بذلك، بل وصلت نشاطاته إلى دول إفريقية. الطبيب زهير لهنا، نشأته وحياته. ولد الطبيب زهير في مدينة الدار البيضاء عام 1966، وهو أب ل4 أبناء، وينحدر من عائلة متوسطة، وكان يعاني في صغره من الربو. ويقول إن هذه المعاناة هي التي دفعته لدراسة الطب. حصل لهنا على جائزة الطب العام من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عام 1992. سافر إلى فرنسا لدراسة تخصص الأمراض النسائية، وحصل على عدد من الشهادات الجامعية في التوليد والأمراض النسائية، ومنها دبلوم الجراحة عام 1998. شغل الطبيب المغربي منصب رئيس المصحة التابعة لجامعة باريس السابعة، ومنصب نائب منظمة الدعم الطبي بفرنسا، وهو عضو في الفرع الفرنسي لمنظمة أطباء بلا حدود. بدأ لهنا عمله الإنساني الطبي منذ عام 1998، إذ انضم إلى منظمة أطباء نساء بلا حدود، وهي منظمة فرنسية منضوية تحت لواء منظمة أطباء بلا حدود. زار لهنا الكونغو عام 2004، حيث أجرى عمليات جراحية لترميم ما خلفته الولادات المستعصية من أضرار على الأمهات لكي يعيشن حياة طبيعية. ذهب لهنا إلى فلسطين 7 مرات، وقام بمهمة إنسانية في جنين بالضفة الغربية عام 2006، كما زار قطاع غزة عام 2008 مع مجموعة من الأطباء الفرنسيين، وعمل في مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس. زار لهنا مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن عام 2013 ضمن وفد طبي فرنسي لإقامة وحدة للتوليد. كما زار المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية عدة مرات لإجراء عمليات جراحية وتقديم تدريبات للقابلات السوريات ولطبيبات الأمراض النسائية في مشاف عديدة بمحافظتي حلب وإدلب، وذلك بسبب النقص الحاد في الكوادر الطبية المتخصصة. في عام 2016 أطلق الطبيب المغربي حملة في فرنسا لجمع تبرعات لمساعدة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف صعبة في فرنسا.